اخر اخبار القمه وانسحاب النادي الاهلي من قدام نادي الزمالك. نادي الزمالك ما زال ماسك على موقفه وبيقول لك انا مالي، انا عايز اتساوى بالاهلي زي ما حصل معايا يحصل مع الاهلي بالظبط، وانا مستني تبلغوني ان انا اخدت 3 نقط والنادي الاهلي اتخصم منه 3 نقط اخر الموسم. يعني الزمالك بيقول لهم انا قفلت الصفحه دي تماما ومستني ال3 نقط وبفكر في اللي جاي، انا عندي مشاكل وعندي هم ما يتلم. يعني الزمالك بيقول لاتحاد الكوره هو انا ما وريش غير انتوا ولا ايه؟ الصفحه دي بالنسبه لنا اتقفلت وخلاص، انا خدت ال3 نقط وتمام التمام و100 100. الزمالك بيقول لهم انا مش فاضي، انا بفكر في اللعيبه اللي عندي، انا عندي زيزو طالب مني مبلغ قد كده فانا بفكر اجيب له فلوس ازاي. وطبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك فعل عقد بنتايج وخلاص بنتايج بقى لاعب في نادي الزمالك لحد سنه 2028. الزمالك بيقول لك صفحه الاهلي اتقفلت خلاص واحنا يعتبر خلاص دخلنا الملعب من جديد ودخلنا المنافسه مره تانية من جديد بعد اللي حصل. يعني بالنسبه لنادي الزمالك فرصه كبيره جدا وفرصه عظيمه جدا بيمسك فيها ويكلبش ويثبت ويقول لك انا كده تمام التمام و100 فل و14. نادي الزمالك فيما معناه بيقول لك هو انا كنت احلم بكده، ده 100 100 قوي، كويس ان النادي الاهلي عمل كده وانسحب قربني شويه تاتا من القمه، والنادي الاهلي خلانا نط كمان مركز وممكن ابعد عن الاهلي وافرق عن الاهلي كمان، ده لو انا مشيت كويس والاهلي اتعثر. على الجانب الاخر الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه نزل النهارده منشور مهم جدا جدا على صفحته على فيسبوك وبيتكلم عن عظمه مصر وقدر مصر ومكانه مصر بين كل الدول. الدكتور اشرف صبحي وجه رساله قويه جدا لمجالس ادارات الانديه وقال لك ان الناس دي بتشتغل من غير اجر، وبيقول لك لازم الناس دي تراعي كويس قوي مكانه الدوله المصريه. مش معنى ان انت ماسك رئيس اداره مجلس نادي انك تفكر نفسك كده خلاص مرتبط بالنادي ده وبس، ده انت مرتبط بالدوله المصريه ككل ومكانه مصر بين الدول. وبيقول لك مصر اكبر من الجميع واكبر من اي نادي واكبر من اي رئيس مجلس اداره واكبر من اي مجلس اداره في مصر. وبيقول لك كمان ان المال العام هو مسؤوليه من يدير، يعني بيتكلم تقريبا كده والله اعلم برضو على مجالس ادارات الانديه وانك بتدير مش بمزاجك، ده مال عام بيتبع للدوله المصريه، يعني مش تحت اراده اي حد ولا تحت تصرف اي حد. على الجانب الاخر في تخبط بين الجماهير المصريه وبعضها، ناس بتقول لك الماتش هيتعاد وناس تقول لك ده الدوري اتلغى وناس تقول لك ده في حكام اجانب سعوديين في مصر، فهل فعلا الماتش هيتعاد ولا لا؟ ونادي الزمالك اصلا هيوافق ان الماتش يتعاد بعد ما نادي الزمالك قفش ال3 نقط في ايديه ولا لا؟ وهل النادي الاهلي مقتنع ان نادي الزمالك هيوافق ان الماتش يتعاد ونادي الاهلي يمشي كلامه على نادي الزمالك وعلى اتحاد الكره؟ سيناريوهات كبيره جدا وعجيبه جدا وغريبه جدا من انديه مصر. وهل النادي الاهلي فعلا ينفذ وعده وينسحب من الدوري العام لانه قال لك انا لو ما لعبتش ماتش القمه بحكام اجانب انا هنسحب من الدوري ومش لاعب؟ يعني كده النادي الاهلي قطع وعد على نفسه انه هينسحب من الدوري العام لو القمه ما اتلعبتش بحكام اجانب، وده ما حصلش. والسؤال هنا هل الماتش هيتعاد ولا لا؟ يعني هل النادي الاهلي هيضغط على اتحاد الكوره ويضغط على نادي الزمالك ويعيد الماتش ولا لا؟ لان بكده النادي الاهلي بينقل المشكله من عنده بينقلها لنادي الزمالك، ونادي الزمالك هيقول لك لو حصل كده انا مش هلعب الدوري انا كمان، يعني الدنيا هتبقى مشاكل. وهنا اقدر اقول لك ان الموضوع ده مستبعد جدا جدا، والماتش من المستحيل انه يتعاد لانه هيعمل مشاكل في الدوله المصريه وفي الدوري كله. وهنا السؤال المهم والاهم النادي الاهلي موقفه ايه دلوقتي؟ يعني النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هل هيستكمل الدوري ولا ينسحب من الدوري وينزل درجه رابعه حسب اللائحه؟ على الجانب الاخر اتحاد الكوره بيقول لك انا ماليش دعوه بالموضوع ده، الموضوع ده كله تبع الرابطه وانا ماليش دعوه، الرابطه هي اللي بتدير، يعني الموضوع مع الرابطه مش معايا انا. والرابطه قالت انا كيان لوحدي فمع السلامه، شوفوا اللي انتوا عايزين تشوفوه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، اتصرفوا انتوا. عايز اقول لك ان خلاصه الموضوع ده الاهلي فعلا هيعتبر خسر امام الزمالك 3-0، وطبعا خسر ال3 نقط وهيتخصم منه 3 نقط اخر الموسم. يعني من الاخر الاهلي هيروح يمين هيروح شمال، ده اللي هيحصل. لكن الاهلي لو انسحب من الدوري زي ما بيقول طبعا المفروض انه ينزل درجه رابعه، ده حسب القوانين واللوائح، لكن ده كله مش هيحصل والاهلي مش هينسحب ومش هيهبط. طيب ايه اللي هيتم؟ هقول لك ان الاهلي هيتم معاقبه مسؤوليه اللي في مجلس الاداره اللي عملوا كده، وهيكمل الاهلي الدوري عادي جدا لكنه خسر ماتش القمه زي ما قلت لك وخسر 3 نقط اخر المسابقه. يعني تقدر تقول ان مجلس اداره النادي الاهلي في اشخاص فيه هيتم معاقبتهم وهيكونوا كبش فدا للي حصل ده والازمه الكبيره اللي حاصله دي. والجديد يا عزيزي ان النادي الاهلي دلوقتي بيجهز ملف علشان يبدا يتحرك بيه جوه الدوله وخارج الدوله، يعني ممكن الاهلي يروح الفيفا. والسؤال الغريب هنا هل النادي الاهلي هيروحوا الفيفا يقولوا لهم انا اتسحبت من الدوري ومن الماتش عشان عينوا لي حكام مصريين؟ يعني ده منطقي؟ المهم ان الملف فيه حوالي 22 خطاب من النادي الاهلي لاتحاد الكوره عشان التحكيم والملف ده، والاهلي عنده مراسلات من الاتحاد الكوره شكلها خطيره جدا وممكن تعمل مشاكل كبيره جدا في الدوري المصري بسبب
بسبب التحكيم. المهم يا عزيزي والخلاصه زي ما قلت لحضرتك، مشكله القمه دي شكلها كده مش هتتحل، وهتوصل ان فعلا النادي الاهلي خسران 3-0 بالاضافه الى خصم 3 نقط من النادي الاهلي اخر الموسم، لكن الاهلي مش هينسحب من الدوري العام. ونادي الزمالك لو النادي الاهلي طلع السما ونزل مره ثانيه لا يمكن يتنازل ولا يمكن يعيد الماتش ثاني مره ثانيه، لان زي ما قلت لك النادي الزمالك ما صدق لقى من ال3 نقط وخلاص كده نام عليهم ويقول لك خلاص انا كده 100 فل و14. وهي دي يا صديقي خلاصه ما حدث في مباراه القمه. اوعى تنسى اللايك والمتابعه.